صفحة نادي الطموح بتغيظ جماهير النادي الاهلي وبتستفزه بطريقة بلدي قوي بعد البيان اللي نزل النهاردة من النادي الاهلي. ايه اللي عملوه نادي بيراميدز النهاردة ردا على النادي الاهلي؟ هقول لك في الفيديو ده، بس بعد ما تصلي على النبي وتعمل متابعة. طبعا النهاردة كلنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي زعل جدا من الكابتن خالد عبد الفتاح مدافع النادي الاهلي بعد ما هنى مروان حمدي بعيد ميلاده. مروان حمدي ده اللي سب النادي الاهلي، وطبعا مدير الكوره الكابتن محمد رمضان كان له رد فعل في الموضوع ده، وبعد كده نزل بيان رسمي من النادي الاهلي بيقول ان خالد عبد الفتاح بيعتذر لجمهور النادي الاهلي. يقوم بقى صفحه الطموح صفحه نادي بيراميدز ترد على الموضوع بايه؟ بالبوست اللي قدامك ده يا عزيزي، الا وهو يعني احنا اشباح قوي واحنا ابطال قوي ولا بناكل معاك ولا بنشرب والكلام الايه الهرتله ده. وده بوست استفزازي بشكل كبير جدا لانه بيجي بعد بيان النادي الاهلي. بس في الاخر انت ما تقدرش تلوم على الناس دي. ليه ما تقدرش تلوم عليهم؟ لان الناس دي انت اللي اديتها المبرر ده. النادي الاهلي لما حسين الشحات اخطا في حق الشيبي عاقبه قبل ما الاتحاد يعاقبه، وعاقبه بعقوبه 5 اضعاف العقوبه اللي نزلها الاتحاد المصري. لكن انت كنادي بيراميدز ما عاقبتش اللاعب بتاعك بعد اهانته لجمهور النادي الاهلي، جمهور اكبر نادي في مصر شرق الاوسط وافريقيا وبيصنف مع الفرق العالميه. انت متخيل مفيش اي عقاب او رد فعل منك على اللاعب اللي اهان الجمهور ده؟ عادي جدا، لان في الاخر اتحاد الكره نفسه اللي جري بسرعه جدا وعاقب الشحات وقتها هو اللي ما عاقبش اللاعب بتاعك، وبيقول لك اعمل اللي انت عايزه يا عم، عايز تشتم اشتم، عايز تخوض، عايز تعمل اللي انت عايزه اعمله. فامتى هنشوف العدل وامتى القانون او اللائحه هتطبق على الكل سواسيه؟ انتوا اللي بتدوا الفرصه اهو لنادي زي نادي بيراميدز بقاله 6 سنين عمال يصرف في ملايين وفي الاخر واخد بطوله واحده، بتديله الحق دلوقتي انه يستفز جمهور النادي الاهلي بطريقه بلدي قوي وما تليقش. مش كده ولا ايه؟ ما تنساش يا عزيزي تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.